السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ إن شاء الله بخير، صحة وعافية وسلامة وأمن وأمان بحق محمد وآل محمد. نبدأ اليوم فيديونا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الفيديو اليوم مالتنا يختلف، اليوم ما بيه طبخة، اليوم بيه نسوي دعاية لأحد الصديقات والجارات المقربات. هي وحدة من مجموعة من الأخوات أصحاب المشاريع الصغيرة اللي تديرها من خلال البيت وتروج لنفسها ونروج لها من خلال الأهل والأقرباء والأصدقاء والمعارف. لكن اليوم حبت إنه تستقل بترويج بضاعتها، تفتح بيج وتروج أكثر تكون بضاعتها. وبضاعتها هنا مثل ما تعرفون هي بعد صاحبة المشروع ناوية أنه تطور مشروعها وتعرض أشياء غير هذا الشيء، لكن اليوم اللي وصلتنا أنه نروج لها على بضاعتها، وهي حمالة القدور اللي أعتقد البعض يعرفها والبعض اللي ما يعرفها. هي حمالات القدور اللي تكون بهالشكل، وكلكم عندكم مناسبات، كلكم تروحون لأهاليكم، الله يخلي أهاليكم، كلكم تروحون ضيافات، تروحون سفرات، تروحون طلعات، جايكم شهر رمضان المبارك تتضايفون بين أهلكم وأقاربكم، وجبات الفطور، وكنا نعرف ناخذ أكلاتنا نتضايف بين ناس وناس مرات. فهذه حمالة القدر راح تكون شكل مرتب وحلو، ومنظرها وشكلها من يشيلوها كلش حلو وراقي، ويعني أصلا يعني شوفته للعين حلوة وتحبون تستخدموها أكيد. إحنا كنا ماخذين من الأخت نستخدمها. عندها سيت يتكون من 4 قطع وسيت من 3 قطع، طبعا مختلف الأحجام والقياسات اللي يكون بهذا الشكل، ومنها محتوى على شكل قيطان ينسحب، ومنها على شكل يدات، خيوط تربط هي وشغلها. وهسه راح اراويكم شلون يعني اللي ما تعرفه وما تعرف شلون تستخدمه وما مستعملته. هو هذا يكون حبايب، يعني بدل ما نشيله بعلاقة للقدر من الضايف، يكون بدل ما نروح سفرات دائما كلكم تطلعون سفرات الأئمة، سفرات ترفيهية، بهذا الشكل يكون. وبالتالي راح تسحبون القيطان ويتم ربطه بهذا الشكل. هذا الحجم الصغير، وهذا شوفوا حبايب، شوفوا منظره قد حلو. يعني انت ورايحه لاهلك، انت ورايحه لصديقه، انت ورايحه الدائره، انت ورايحه المدرسه، انت ورايحه سفره، شوفوا منظره شلون حلو من الشيليه. الفرق بين حمله وحمل القدر بعلاقه او بربطه نشده مرات، او على قطعه قماش ونسوي مثل البقشه. اكيد كلكم تعرفون هذا الشيء من نروح سفرات شلون نشيل القدور الكبار. لكن شوفوا هذا منظره قد حلو، شوفوا منظره. هذا الحجم الصغير، وهذا الحجم أكبر، هذا حجم أكبر وهذا حجم أكبر. هسه راح أراويكم الحجم الثاني، حتى تقدرون مو بس القدر تشيلوا بيه، تقدرون قوالب التبسي أيضا، قوالب تبسي تشيلون بيها مرات أي شيء، مو شرط قدر. تسوون مثلا تبسيات، تسوون كنافة، تسوون حلويات، تسوون أي شيء بقوالب التبسي اللي تستخدموها. أيضا هذا وينخرط القيطان أو الربطة مالته بهالشكل وتحملوه. طبعا هي هذه شوفوا حبايب، هذا الحجم الثاني. هاي هنا استخدمنا به القالب، قالب التبسي. هنا هذا الحجم الثالث، راح نلبسه بغير لون. شوفوا هنا حبايب، هذا لون، عدة ألوان هي من الأقمشة اللي تتوفر عندها. هنا أكو مطعم، أكو لون واحد. شوفوا هذا هنا مطعم بغير لون، هنا عندنا نفس اللون لكن تبي زيهات، مطعم تبزيهات. راح
هنا هذا الحجم الثالث. هذا حجم الثالث. شوفوا حبايب، هذا الحجم الثالث اللي ياخذ هذا القياس. طبعا راح يكون الطلب على حسب المتوفر عندها الأخت. هنا عندنا هذا الحجم وهذا اللون. هنا اكو موديل كله مفتوح من الجهتين، اكو موديل مفتوح من جهة واحدة. هنا مثلا هذا قالب التبس الكبير او القدر اللي بكبره، يكون قدر عائلي. هذا قياس ما قبل الاخير اعتقد، ويكون السحب والربط بهالجهة. وراح تثبت هي الاسعار والاحجام، وراح تثبت لكم. راح احنا ايضا بكل فيديو راح نحط الرابط مالته او اليوزر مالتها، ودخلوا عليها. واللي حاب تزوده بكميات، مثلا بعض الاخوات معلمات يطلبون على المدرسة ويجي المندوب للمدرسة يزودهم. الموظفات يذكرون اسم الدائرة ويجي المندوب للدائرة. واللي حابين عائلية يعطون عناوينهم، مثل ما متعلمين انتم بكل طلباتكم. كنا نطلب احنا توصيل أجهزة كهربائية، أجهزة منزلية، حاجات، شامبوات، كلكم تعرفون الطلب، فتطلبون من عندها وإن شاء الله يوصلكم الطلب. راح تذكر الأسعار والأحجام، وهذه هي القياسات، وهذه الألوان اللي عندها. وإن شاء الله اللي حاب يستفاد. هذا الحجم الكبير حبايب، هذا الحجم الكبير الرابع. هذا شوفوا هنا مثلا الربطة من جهتين، لأن قدر كبير، عندها من جهة واحدة، عندها قيطان. فهذا هو مشروعها اللي حابة نروج لها، وكنا إن شاء الله نساعد ناس بالناس. هي تروج لنا وإحنا نروج لها، والكل والرزق على الله. وإن شاء الله يوسع على كل صاحب عمل، وكل من يطمح بلقمة الحلال على جميع عوائلنا، وينجح كل أصحاب المشاريع إن شاء الله، ويديم التعاون والتواصل بيناتكم. لا تبخلون بالترويج، ولا تبخلون على من أحد يطلب مساعدة من عندكم حبايب. شاركوا هذا الفيديو بين أحبابكم وأقربائكم وأصدقائكم ومعارفكم، وبالتالي إن شاء الله التوفيق لنا وللأخوة ولجميع الأخوات العاملات بالمنازل، أصحاب المشاريع الصغيرة. والكل أكيد هواي لنشوف من المشاريع، والهواي الأخوات دا يشتغلون بالمنازل. الله يوسع عليهم ويرزقهم ويرزق الجميع. وبعد ما نوصيكم شيروا للفيديو، شاركوا بين أصدقائكم ومعارفكم. وراح نحن كل فيديو نبث قناتنا بأي طبخة راح نحط لكم يوزر البيج واسم البيج، وبالتالي انتوا ادخلوا على هو البيج راح تروج الى الأخوت. وإن شاء الله نتواصل وياكم وتتواصلون انتوا، وبعد الرزق على الجميع إن شاء الله. يوفقكم ويوفقنا لصالح الأعمال يا رب. شكرا لكم حبايب. أرجو أن أكون ما طولت عليكم. أترككم بألف خير وصحة وعافية. مع السلامة.